الدفتر دار والأجل وصل. حرك عمي، حرك قول الله. حرك عمي حرك. يلا عمي يلا بسرعة. زهرمي، لا والله ماني فاكرتك. أنا رح ضمك بإيدي. امتى بدك تضلي حابستيني هون؟ رح ضلني حابستك لحتى تشتهي الموت. ولا ايه؟ بري عليكي. طيب انا ماني شيتك حبيبة قلبك، هون عليكي. شيت انك بتهوني؟ لا والله ما بتهوني علي يا بالدعاء، انت رفيقتي وحبيبة قلبي. بس انا اذا بشرب من دمك ما بينشفى غليلة منك. كل شي كنت حاسبت له حساب بهالدنيا الا انه وحدة مثلك تغدر فيني. كان معها حق عمتي، لك من يوم ما شافتك لا حبتك ولا دخلتي لها من زور، مع انه ما بتشوفها. لو سامحك خلاص بدور سامحيني بقى. طب انا شو دخلني اذا ابليس هو اللي غرر فيني؟ وبعدين انتي طول عمرك خليني وقلبك طيب وحلولي. والله انا بتصير تعرفي على هالعشة لازم سامحيني بقى. شوفي بالدعاء، عندك حل واحد ما في غيره لحتى سامحك، اني لاقي الذهبات، وبس لاقيهم ساعة بفكر يا بسامحك يا لا، وعلى الاغلب لا. حاجتك ما شبعت. الله لا يشبعك. دور بس نقمة. يا الله ما شبعت. طيب يا مشترة. سألتي الله الصبر. أهلا وسهلا. خدي هدول. شو هدول؟ هدول هيك شوية خضرة اشتهيتك فيهم، لأنه كل شيء بهالضيعة من أحسن. بعدين أنا اللي حوشت لهم وزينت لك إياهم بعروق النعنع. ايه تسلم ايدك اللي حوشتهم فيها. تأمريني بشي تاني نورية خان؟ خان سلامة قلبك جركس باشا. لا تاخذي على خاطرك مني، والله ما عم تطلع من تمي لك نورية حافظ. ايه بس تطلع من تمك ابقى ارد لي خبر. عامل فيها حبي والله انها بجحش. وبرأيك جناب المتصرف هي مشيت على الناس؟ مو ضروري تمشي على الكل، المهم تمشي على العوام، والعوام عادة بيصدقوا أي شيء بتقوله دولتهم. لا هي صعب تتصدق. هاي فيكي تعتبريها بمثابة حل إسعافي لبين ما نمسك الظل الحقيقي. بعدين أنا تقصدت أعدمه بهذا التوقيت حتى رد لعبد العربجي ما يفكر لأنه حما بنتي صار له عندي وحدة. لا، هذا واجبه، مثل ما كل الشعب واجبه يطيعني وينفذ أوامري، لأن هون على الدولة. بس هي الحركة لحالها ما بتكفي. شو قصدك؟ قصدي انه شنق واحد من شباب الحارة ما نورت كافي. بس المعلومات اللي وصلتني انه هذا الشاب من جماعة عبده. إذا بدك تضربه ضربة أقوى في حدا أقرب منه بكتير،
هذا اللي لازم يتجازى وينعدم. مين قصدك؟ ليش عم تضربني يا كبير؟ جايب لك كاسة شاي؟ روح من الشباك. روح من الشيء. تفضل. عرايسي. خير يا كبير، عريسي وينه؟ ما اجى اليوم ابدا. خلعني يا خلا. امرك يا كبير. لك ليه سلخك هالكف؟ انا بعرف يا ابو الزقر، لك حاططني ملطش يا ابو حمزه. إذا القصة قصة كف بسيط عمي، غيرك شلح هواي ومشي بالزلط بين الخلاي. لك الدنيا ما اماك يا ابو الزقر، انا الوزوز اكل كف. قلت لي ما أما حكم قوي على الضيف عمي، حكم قوي على الضيف. شو قصدك؟ انا ضعيف يعني؟ اسمع ابو الزقر، اذا هيك ما رح مرق له اياها على ابو حمزه بنوب. شو قلت؟ مثل ما سمعت. ما رح تمرق له إياها؟ لا ما رح. إيه؟ أنا رأيي قل له هالحكي. لك تعال هون يعني شو فساد؟ شو بتاخذ له؟ وانت عم بتقول الدنيا مقامك وانت مقامك عالي وما بعرف شو، مو هيك حكيت؟ خلص ابو الزقر، اتركني بحالي يا ابو الزقر، مالك شايفني كل كف قدام العالم كلها. خلص يا اخي سامحنا، ابو حمزه تاج راسنا. سامحته قلت لي ليه سامحته؟ ليه سامحته؟ تضرب شو مايع؟ لك في حدا اسمه ابو الزقر وطابغي كمان. دريه جمعت وجاء الله مولاه، وبعتت رجال وسلاح طلبت منهم ما يرجعوا الا براسك. شو هالحكي؟ مثل ما عم لك، هلا هن اللي هلا ما بيعرفوا مطرحك، بس بعد شوي رح يعرفوا. مشان هيك قلت لحالي اطلع وخبرك. مو بس هيك، في شي تاني لازم تعرفه. ابو حمزه طلب مني جيب له ابنك لطفي. شو عرفوا مطرحه؟ ما بعرف، اكيد حدا خبره. وانت شو قلت له؟ ما قبلت بنوم، اتحججت انه انا ما بلوت ايدي بدم ولد صغير، بس ما قبضني شايل لي اياها. ماشي كتر خيرك. شو رح تساوي هلا؟ رح اتصرف. ايشو عليه؟ طيب انا هلا بدي انزل على الحاره قبل ما حدا يشتري علي اني طلعت منها، بدكم شيء؟ سلامة. السلام عليكم. سلامة. يعني آخر شيء كنت أتخيله إنه الهرايسي يصير من زلمك. اترك كل شي بين ايديك، احمل حالك وروح على الحارق، جيب ابني لطفي من عنده لكرمه. إيه وشو ناوي تعمل؟ شو ناوي اعمل يعني؟ رح اطلع على الجرد لعنده رجال حذرون. لا مو حذرت، لحالك ما بتطلع. عبده بلكي كان ملعون. لا تخاف، راقبته بايدي، ما بيسترجي يقلي معي. طيب أخي، رح أبعد شاهين عند كرمه، أنا بدي أطلع معك. مثل ما بدك، اتكل على الله بسرعة. يلا. كثير منيح، هذا دليل الجو مناسب. بتروحوا تخبروا الرجال، أول ما يشوفوني قتلت أول واحد تهجموا من الجنبين. يلا. شاهين، خير جركس، شو في؟ اسمعني منيح، بتحمل حالك بتروح لعند الشيخ كرم، بتجيب لطفي وبتجي. لطفي؟ ايه، وجه بتكي بس اجيب اغراضي. ايه، شو يعني هالحكي حسن؟ بدك تعذرني ما رح روح معك، ما رح دافع عن حدا كان بده يقتلني، خلي النشمي يقلع شوكه بايده. بس انت ما عم تدافع عن النشمي، انت عم تدافع عني. مدافع عنك وبفتيك بروحي بعركة بتخصك، بس النشمي تركناه وخلصنا. قسما بالله ما عم صدق اني عم بسمع هالحكي منك انت. وانا ما عم صدق، وماني فهمان شو اللي مخليك تحمل حالك وتحط روحك على كفك مشان النشمي اللي كان بده يقتلك لو طلع بايده. عمي اطلع منا،
تركنا المغارة لنيجي نعيش هون بأمان ونترك حياة البرية والشليحة. ايه أبي الله يخليك لا تروح. درية ما جمعت الرجال وعملت هيك غير لحتى تقتلك انت. أكيد مدبرة أمورها هاي المرة. بوس ايدك لا تطلع هون، انت ما إلك بالحكي. بس مرات انا لازم اروح مع المعلم عبده، ما لازم اخليه يروح لحاله. طيب شو رح يصير فيني اذا بصير عليك شيء؟ فكر فيني. استودعتك عند رب العالمين، لا تخافي من شيء. ديري بالك على حالك. عمي ابو لطفي، بدي اروح معك. رجع بدي اروح معك. ارجع محمود، عبدو طالعين معك. رجع جاويش، ما بدي فوتك هالفوتة الوسخة. مو جاويش اللي بيقعد بيته واخوه عم يعارك. قول الله ابو لطفي. اتكلوا على الله. ايوه يلا يلا. مين؟ السلام عليكم ابو سيف. لين اخي ابو سليم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلون الحلو؟ الله يسعدك يا ابو سليم. مسيك. خير ان شاء الله. شو هدول اخي ابو سليم؟ هدول حق الطحينات. ايوه، وليش عم ترجع لي اياهم؟ لا تقلي بدك طحينات. انا بدي منك طحينات. إن لحالنا انا والمختار باعتبار ابو سطيف وضعه متدحكي، وجعنا قلبنا عليك وقررنا نرجع لك حق الطحينات. يا سيدي الهي كتر خيرك انت ومختارنا. بس شو رايك اخي ابو سليم؟ تاخذ هدول المصريات وتعطيني فيهم كمان طحين. حاكي ما تنكر طحينات خبزناهم، صحيح هن منعجنوا منيح، بس يا سيدي بضل الرمد اشوى من العمى. لا سيدي، رح رجع لك مصرياتك وتظهرن هدول الطحينات. لك الهي ربي كتر خيرك، بس والله هيك كثير يا اخي ابو سليم. مو كثير على ابو سطيف، مو كثير، بتستاهل كل خير. بدنا اياك بس تدعي لنا بالخير، وان شاء الله بتاكلهم بالهنا ان شاء الله. عاوز شيء؟ أمانة تفضل يا ابو سليم. يا الله والله تفضل فوت يا يرضي ربه ابو سطيف. يا روح. الهي ربي كتر خيركم، الهي ربي يعمي عنكم، الهي ربي يبعد عنكم كل اذيه وكل بليه يا ابو سليم يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين مختار. مرات عندك على البيت قالوا طلعت فكير. خير. ما عم بقدر يا مختار، ما عم بقدر اقعد بالبيت. منظر امه واخواته رح يموتني. يا ويلي عليك يا ولدي، يا ويلي عليك. ما عم يروح من بالنا، ما عم يروح من بالنا. ما لنا حديث بالبيت غيره. لكن ابني درويش العائل الآدمي يطلع هو الظل يلي عم يقتل بالعالم على أبو جناب. قسما بالله يا مختار، قسما بالله السنة الماضية لما كان الخير واجد جبت خروف بدي يذبحه، هرب من منظر الدم. وإذا مالك مصدقني ليكو أبو عاطف اللحام، روح اسأله. أعوذ بالله، شو ماني مصدق؟ والله مصدق. ما زال مصدقني. ليش قتلوه؟ لك بحياة أولادك تقول لي ليش قتلوه يا مختار؟ جاوبني ببوس رجليك. استغفر الله العظيم يا رجل، استغفر الله. والله ماني عارفان شو بدي لك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هيك عمي شرف، هدول حق طحيناتي اللي اخذتهم من عمي زين، واديني
مسامح فيها دنيا آخرة. ودول طحينات بتخبزهم وتوزعهم على روحه المرحوم. الله يصبرك ويصبر أمه ويصبر أخواته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو المتصرف بده يقتل عبده بالأساس ما كان خلاه يطلع من الحارة. وكل شيء كان عم يعمله لعبة لحتى يضل عم يضغط علينا، لعبة قمح وسخة. على عيني على عيني كلامك فيه روح، بس انه يعني خلينا نحط احتمال، بركي رجع جبر مكسور. برجع بجمع رجال أكتر وببعتهم لحتى ما يضل عنده ولا زلمة واحد واقف معه. ما بكون دري الجو خضار إذا ما بجيبك زحف يا عبدو العربجي. يا رب يا رب دخيلك يا رب، احمي لي هالبلد. أم محمود شبكي رايحة جاية والله دوختيني، شو قصتك؟ آخ يا بنتي آخ، محروق قلبي على ابني، خايفة يقتلوا رجال خاله. طولي بالك خالتي طولي بالك، بإذن رب العالمين ما بتطولوا إيدينا. بعدين مو خانهم على أساس وعدتك تصفح عنه كرمالي. إن شاء الله يا رب دخيلك من تمك لفوق بالسما. الله يحميك يا ابني، الله يحميك يا ابني ويرد عنك. ايوه جاي. انت القوي ذاته شو في؟ جيبوه. تكي قبل ما ياخدوني اللي شو في؟ امشي بكيفك احسن ما اخذك محمل. شو عليه؟ امشي بكيفي، شو خايف منك؟ الله درية خانو عم بتجمع الرجال وتاخذهم على المغارة. امتى؟ اليوم الصبح. ايوه هيك لكن مناطه تعافت ورجعت لقوتها. على ما يبدو انه هاي المرأة بدها تقلع شوكة بايديها. شو بتريدنا نعمل جنابك؟ ولا شيء ولا شيء حكمة افندي، بنقعد ونتفرج. جناب المحتسب باشا وابنه طالبين مقابلتك جناب المتصرف. وين هربانك سيفو؟ شو؟ خدوه بس لا تقتلوه، بدي اياه عايش. تعال معي. نشمي شو هالصيدة الحلوة هي؟ وينه معلمك؟ يا ريتني ما فلتك. شايف الدنيا شو غريبة؟ مرة أنا بين إيديك ومرة العكس، بس الفرق بيني وبينك إنه أنت رخيص
انت بتموت وانا بضل عايش. وين عبدو؟ حميد ربك يلي مو موجود، ولا كان في حكي تاني؟ يمكن، بس هلا الدنيا عم تعطيني لالي. وينه عبدو؟ ولك وينه عبدو وباقي الرجال؟ ما فشرت تاخذ مني حرف واحد يا واطي. لك بتاخي ولا باخذ روحك؟ شايفني كتير سائل عن روحي، ما رح احكي ولا حرف. لو سلخت جلدي وانا طيب بقى وفر على حالك المسبات والاهانه واقتلني. هدول اشوف اذا رح يحكي ولا لا. وضربنا خلصت شغلتك، وحياتك ما رح تاخذ النصر مني. استعملوا يا رجال. حقك علي يا صاحبي، غلطت. سامحني يا عبدو. ما رح خليك تموت نجمي، لسه بكير، ما رح خليك تموت. خلينا نلحقوا ما بيكونوا بعدوا عبدو. لا، ساعدوا المتصاوبين هلا، هدول ابدا. اذا بدك ترضيني اتركني موت وروح جيبوا لها الكلب مشان كون مرتاح اكثر بقبري. ادفنوا جنبي. بلا كدر حكي نجمي، بقول لك لسه بكير، بس لي على جرحك وشد لي همتك. في دين بدنا نرده. شلت يعني انت شلون ما طلعت معه؟ والله شغله ما عم تخرط مشطي، لك اذا محمود قاعد عم يندب لانه ما راح. وانت شو خصك؟ اللي انا هذا الكلام انا اللي خصني، ويكون بمعلومك هون كلياتنا خصنا ببعض. هذا الحكي لما كنا بالمغارة، هلا كل واحد شوره من راسه، لهيك اطلعي منا وريحي حالك. لا عيني، ما حذرت، ما فيني والله ريح حالي. لك انت بس فهمني، شو هو هذا اللي ما عندك منه؟ يعني ما بتحس ولا ما بتفكر؟ معقول تارك عمك ابو مرتك لحاله؟ معه زلم وماله بحاجتي. مو على اساس انت صهره ومسند ظهره، مو هيك بيقول المثل ولا انا غلطانه؟ خلصنا بقى بدور، شو بدك بشغل الرجال؟ شغل الرجال قلتي لي؟ ما رح اجاوبك، لانه الرجال بيبان معدنها عند الشدايد، وانت معدنك بان وطلعت فالص. بس لو ما كنتي حرمي. يلا شو كنت عم تقول؟ ضرب. اما شو رجال بنشد الظهر فيه؟ اسمعي مني وعيد النظر. اهلين نوريه، صحيت الرجال على المغاره؟ ايه بدور انا خايفه. يلا خير ان شاء الله. من شو خايفه؟ خايفه ان شواتيه يغلبوا عبده ورجاله. نحن لازم نحمي حالنا اول على اخر، ان شواتيه رح يربحوا الحرب. ونحن شو دخلنا؟ ليكنا تركنا هالمعمعة وهربنا لاخر الدنيا، ما بقى حدا رح يطولنا، بقى لا تخافي. ما رح يتركونا، رح يجيبونا واحد واحد. هدول ناس حقودين، ما بيخافوا الله وما بيرضوا حدا يقول لهم لا. ما ضل عبده ما رح يخليهم يوصلوا. عبده واحد، هدول دولة، وقد ما قوي وكبر ما رح يقدر عليهم. احنا نسوان بدور، اذا وصلوا لنا رح يفظعوا فينا. والله ما بعرف شلون هيك كمان. لا يا سيدي، الله لا يعطينا العافية فوق تعبنا. الطمع يا كبير، الطمع أبشع شيء بالدنيا. إيه والله، إيه والله أبشع شيء. بس يلعن أبو الجوع يلي خلانا نفكر نعمل شيء انت مالك رضيان عنه.
بس الله وكيلك يا كبير، أنا والمختار من صبحية الله ما في واحد بايعين ولا طحين إلا رجعنا له حقه على دوز بارة، وشو زاد طحين عنا وزعناه لوجه الله تعالى على روح المرحوم يلي راح قتل رجال حبيب محمد يلي قتلوا ما يصبح ولا ميت. مشان هيك يا كبير جاي استسمحك وتعفي عني. ما شورته ولا شغلة ابو سليم، يعني رديان علينا. اتكل على الله. روح ربي يخلي لنا اياك يا زعيم الزعماء، انت الله لا يحرمنا منك. والله في هيك موضوع صغير يا كبير كنت حابب احكي فيه معك بخصوص النول. شو رايكم تقنعوا حرمتكم المصوني، يعني تبيعنا النول احسن مو قاعد تعتولي على رقبتها. انا بحمله ما عندي مشكله، والله لا احمله، وهذا النول مرافقني طول عمري. بقى شو بدكم حقه انا جاهز. بسألها وبخبرك. شو عليه؟ وجب لازم تسألها، أكيد لازم نسألها. وصونا شيء. اتكل على الله. إيه الله لا يحرمنا إياكم. الله حيو الهرايسي. السلام عليكم يا كبير. وعليكم السلام ورحمة الله. هل جنابكم طالبيني؟ وين كنت؟ وانت اللي اعتبارك شو نسيت؟ يا ريسي من اليوم وطالع ما بتغيب نهائيا عن الخانة، فهمت؟ اليوم راح وجاب في شي صاير شي؟ روح لشغلك. بس هذا ما بيمنع انه انت يكون لك موانع عليها يا صديقي العزيز. شو قصدك جناب المحتسب؟ بدك يعني اجبر بنتي على شيء ما بتريده؟ لا بس حسسني انك مهتم بحسبي ونسبي. صدقني حاولت، بس البنت ما بتفكر بالزواج بالوقت الحالي. هلا هي حجة اكل عليها الزمان، كل البنات بيقولوا هيك. هاو جناب المحتسب هاو، شو قصدك؟ بنتي عم تكذب؟ حاشاها من الكذب، بس في سبب منعها عن مقابلة ابني، وهذا السبب لازم نعرفه، وبس نعرفه منعالجه. اسمعني جناب المحتسب، ما في واحد عاقل بيرفض يحط ايده بايدكن. حسب ونسب وجاه وعز، بس انا وبتمنى تصدقني ما عندي رغبة افرض على بنتي شيء هي ما بتريده، خصوصا انه انا ربيتها تكون سيدة نفسها وما بتعمل الا الشيء اللي بيعجبها. طيب بتسمح لي اقابلها مرة واحدة وبيبقى القرار عندها جناب المتصرف. انا بتمنى ما ترفض لي هالطلب، وشو ما كان ردها انا موافق. معلش تخبروني ليش جايبيني لهون؟ يعني ما بتعرف حالك شو عامل؟ عامل كتير شغلات ايام الجهل، اما هلا التزمت بالبيت وبالعيلة وريحت راسي من العين. يا بتحكوا لي شو بدكم مني، يا ما تكوني بالحبس. اصلا العيشة عندكم احسن من برا. علمانية هون عم بتطعمونا وبتشربونا. بدك تقتلني؟ مو انا اللي بدي اقتلك. بعرف، بس انت كنت رح تنفذ. انت صرتي تعرفي الحكاية، انا انلعب علي. هلا بكل الأحوال أنا كنت رح موت على إيديك، وما بظن صح يمرق هالشي بدون عقاب. ما رح
بعد لك نفس الحكي اللي حكيته للأفندي. يلي بدك إياه اعمليه، ما عاد تفرق معي. الرب واحد والروح وحدة. بعدين نحن تعودنا على الظلم. شو عملتي يا خانو؟ قتلتيه؟ قاومكم، قتلتوه بعد ما اعتدى على حدا من العسكر. هذا اللي صار. وما كان عبده موجود ولا حدا من الحريم، كانوا تاركين المغارة وهربانين لمطرح تاني. وهذا مين بيكون؟ هاد بيكون المخبر. تركته عايش، قلت لحالي بلكي بيلزمك. شو صار بالبقايا؟ قتلنا وشردنا كل الرجال اللي هرب واللي زت سلاحه واللي مات، والنشمي اللي هو الراس تبعهم انا خلصت عليه وجبت لك هذا الكلب ليعطيكي كل الاخبار. شو اسمك انت؟ سيفو يا خانو. وين عبده وباقي الرجال؟ ليش ما كانوا بالمغارة؟ عبده أخذ الحريم وكم حدا من الرجال وترك المغارة. لوين راحوا؟ يلي بيعرفني بيعرف كتير منيح انه انا ما بحب عيد حكي. سألتك وين راحوا؟ احكي ولا؟ راحوا على ضيعة الجاويش سفح الجبل الغربي يا خانو. دخيلك لا تقتليني، دخيلك. بدور معهم؟ ايه معهم، بنتك وابنك كمان. ويا هلا عمتي شو ها؟ على السريع يا شباب، على السريع على السريع. انتبه عمالك عمالك عمالك. على بالكم عليه، لا تحركوا بزياده. يلا يلا بسرعة عجل كاس شويش سطحوا سطحوا على مهل. روحي دور. كل شي عملتيه بحياتك بكفي، واللي بدك تعمليه هلا بكفي تاني. النشمي اكل قله ببطنه، نص دمه مصفي. خليني اشوف شو فيني ساوي. ما بعرف شو بدك تساوي، بس هذا الرجال له برقبتي وحده كبيره كتير، منفذني من الموت. بده يعيش كيف شلون ما بعرف. طيب خلص انا يلي بعرف، بس زيح من وشي، خليني اشوف شو صاير معه. شو قومي وليه لوين؟ روحي بسرعه نادي لعمتي وبترجعي انت وياها على السريع مشان تساعدوني. يلا اخلوا يا رجال اخلوا. عبده وجركس خليكم هون. بكرة الصبح بتكون أبي هون بالخان، فهمت؟ يا مركة كبير وصلك؟ لا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هذا أنت؟ ايه أنا الظل. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة وملخص جديد وأحداث كاملة للحلقة 18 في مسلسل نظرة حب. وبتبدأ أحداث حلقتنا مع بحر اللي موجود مع قمر، والكلام بياخدهم طول الليل وبيصحوا يلاقوا نفسهم موجودين في البيت الخاص بحردان. وبعد كده بيفوقوا على تليفون أم علي اللي بتكلم بحر وبتقوله يا ريت تيجوا دلوقتي علشان حردان تعبان جدا، والظاهر كده ان هو عايز طبيب لكن مفيش ولا طبيب في الضيعة عايز يجي يعالجه، والنزيف عالي جدا عند حردان. بحر بيصحي قمر اللي بيقولها يلا علشان نروح نطمن على حردان، اللي بتقوله ماله وبيقولها تعبان جدا. ولما بتوصل هناك وبتتكلم مع ام علي وورد، قمر بتتصل بطبيب رفقة علشان تجيبه يعالج حردان. وفعلا بيوصل المنطقة وبيلاقيه ان هو فقد كمية دم كبيرة جدا، لكن متضايق جدا من وجود قمر في المكان ده. غياب قمر عن ابوها جلال بيكركب الدنيا كلها، وده اللي بيخليه يفكر ان هو يطلع في تصريحات جديدة علشان يقول كمان ان هو بيشكك في قدرتها العقلية بعد الحادث اللي تعرضت له، ويغطي بيه الغياب اللي بتعمله قمر عن المكان بتاعه. وده اللي بيحاول يوجهه ليه نبيل. دانا بتكون متفق مع قمر ان هي ما تفتحش الموبايل ابدا وهي مع بحر علشان لو حد بيراقبها ما يعرفش مكانها. وبعد كده بحر بتكون موجود مع حردان في البيت بتاعه علشان يطمن عليه، والطبيب بيجريله الجراحة بتاعته اللي بيقوله انا عقمت لك الجرح كده على قد ما قدرت، بس اعتقد ان انت ممكن تحتاج كيس دم تاني. جلال والد قمر بيعمل التصريح الصحفي وبيقول كمان ان قمر دلوقتي مش في حالتها العقلية بنسبة 100%، وان هي غير مسؤولة تماما عن اي حاجة هي بتعملها. وبيبدأ يتوجه زي ما بيقوله نبيل بالظبط علشان يشكك في قدرة قمر العقلية اللي بيقولوا له تفتكر ان حد خطفها، لكن جلال بيقول لهم خلينا نقول ان هي مختفية دلوقتي، لكن ان حد خطفها ولا لا ده اللي لسه هنعرفه بعدين. ام يعقوب بتتكلم مع ستات الحارة وابو حسن اللي بتقول لهم ان يسرى هترجع الحارة، لكن بيقولوا لها ان يسرى دي كانت شغالة قوادة وما تنفعش تفضل موجودة هنا. وبتقول لهم على فكرة القوادة اللي انتوا بتقولوا عليها دي هي اللي كانت بتجيلكوا دايما في كل المناسبات وبتجيب لي ولادكوا كل الحاجات سواء فرح او حزن، ما كانتش بتأثر مع حد. دلوقتي بس هتبقى قوادة، لكن بيقولوا لها احنا مش موافقين. وابو حسن بيقوم وبيقول لهم على فكرة خلوها لما ترجع وانا هتكلم معاها وما تشغلوش بالكوا بالموضوع ده. يسرى بتشوف ان النظرات والكلام كله موجه ليها بشكل الانتقاد، وكله بيتكلم على ان هي كانت شغالة في الدعارة، لكن ام يعقوب بتقول لهم غلطت وتابت وخلاص عايزة ترجع تعيش وسط اهلها. وابو حسن بيقول لهم خلاص سيبوها، لكن هو متجهز لها خطة تانية خالص. ام بحر بتتكلم مع كاميليا اللي بتقول لها انا عايز اقولك ان انا شفت حلم وعايزاك تفسري. اللي بتسألها ايه هو وبتقول لها شفت ان انا راكبة مركب، وبتسألها المركب ده فين وشكله ايه وكان معاكي حد ولا لا وفي انهي بلد. وبعد ام بحر ما بتقول لها على المواصفات دي، كاميليا بتقول لها انا خايفة اقولك ان ده النعش بتاعك تزعلي. دانا موجودة مع هبة اللي بتقول لها عايزين ننشر الفيديو، لكن دانا بتقول لها استنى شوية لما نشوف المفاوضات وصلت فين مع بحر، بعد كده هناخد قرار النشر. محدش عايز ياخد ابدا قرار ان هو ينشر الفيديوهات الخاصة ببحر واللي بيحكي فيها الحكاية بتاعته. بحر موجود مع قمر، وبعد كده ام علي بتطمن على حردان، وبيجيلهم حد من مخفر الشرطة بعد اذن النيابة اللي بيستصدروه ان هم لازم يروحوا على الحدود ويدهموا المكان هناك. والمفتش بيقول للكبير وبيقوله ان في هناك ناس مطلوبين كتير جدا وشغلات كتيرة مش كويسة على الحدود، لكن بيقوله بلغ الاسم هناك ان انت طالع في شغلة محددة، ان انت طالع تجيب واحد مطلوب وبس. وفعلا ده هو اللي بيبلغه، اللي بيقولهم احنا ملناش اي شغلة بكل اللي عندكم، لا المطلوبين ولا الشغلات اللي عندكم، احنا عايزين شخص واحد بس هو اللي هربان من هنا. وبيوصل واحد من مخفر الشرطة وبيتكلم مع ابو علي اللي بيقول انا سمعت ان انتوا عندكوا ضيف وفي دورية تحريات جاية على هنا، والظاهر كده ان هم قاصدينه
علشان كده انا قلت اقول لكم بحيث ان انتوا ممكن تمشوه او تخفوه لحد ما الوردية دي تنتهي. هما ده اللي هما جايين علشانه، ملهمش اي شغلة تاني. ابو علي بيرجع البيت هو وام علي، وبعد كده حردن بينزل مع وردة على بيت تاني اللي بيقولها جبتيني هنا ليه، وبتقوله لان في دورية تحريات طالعين علشان خاطر بحر. حردن مش قادر يتكلم علشان تعبان جدا، وبيسألها فين بحر وفين قمر، اللي بتقول له مشيوا خلاص ما بقاش ليه قعاد هنا، وانا خايفة جدا لا تكون قمر هي اللي سلمته ويكونوا اهلها بعتينها علشان تعرف مكان بحر، وبعد كده الحكومة تيجي وراها. حردان بيقولها قمر ما تعملهاش، حاول تقوميني، لكن وردة بتقوله مش هينفع تقوم وانت في الحالة دي. بحر اول ما بيسمع الراجل اللي بيتكلم على ان الشرطة جاية بيطلع على طول، وقمر بتساعده ان هو يستخبى في شنطة سيارة رفيقها اللي جابته علشان يداوي حردان. وبعد كده بيبدأوا تمشي هي والدكتور اللي بيقول انا عايز اسألك انت بتعملي ايه في مكان زي ده وعندي ناس زي دول. على فكرة انا ابتديت اصدق الكلام اللي بيقوله جلال بيه عنك. قمر بتقوله انت تعرف عنك كده، وبيقولها تقدر تفهميني انت موجودة هنا ليه وبتعملي ايه وسط الناس دي. وقمر بتقوله خلاص، لكن بيقولها دلوقتي مفيش قدامي غير حل واحد، ان انا اوصلك لبيتكم بنفسي لحد ما اوصلك لابوك. لكن قمر بترفض تماما وبتقوله انا مش رايحة اي مكان. وبعد كده وهما ماشيين على الطريق بيسمع صوت في السيارة اللي بيقولها في حاجة في شنطة العربية. قمر بتقوله مفيش شيء كمل طريقك، لكن بيقولها ازاي انا سمعت صوت زي ما بقولك. بينزل وبيفتح الشنطة وبيلاقي بحر اللي بيقوله شرف بره. وبعد كده بيقولها للدرجة دي انت بتضحكي عليا. قمر بتقوله خلاص احنا بس عايزين اي مكان نتدارى فيه يومين، لكن اللي بيقولها دلوقتي هتركبي معايا لوحدك وهوصلك لابوكي، ولو مش عاجبك يبقى هسيبك هنا معاه، انا ماليش اي علاقة. قمر بتحاول تتكلم معاه لكن بيرفض تماما. وبعد كده بحر بيتكلم مع قمر اللي بيقول لها روحي معاه. قمر بترفض وبتقول له بحر انا مش ماشية من هنا، انا هروح معاك. رفيق قمر بينادي عليها اللي بيقولها يلا علشان خاطر ابوكي، وبتقول له ابدا انا مش ماشية من هنا. وبعد كده بيبص البحر اللي بيقول له خلي بالك. جد بيتكلم مع نبيل اللي بيقول له بعد التصريحات اللي انت خليت داد عملها اعتقد ان قمر دلوقتي مش هترجع والامور معاها هتتحول لعند. لكن نبيل بيقول انا بحاول احمي حياته واحمل كمان سيرته الانتخابية. وبتكون موجودة كارمن وبتشوف التصريح الصحفي اللي عمله جلال، ومساعدين كارمن بيقولوا لها الظاهر على فكرة ان هم قربوا يغرقوا، وكده بيلطشوا في اي شيء علشان يداروا فشلهم وبس، ويكملوا كمان الكذبة بتاعتها. وده اللي ممكن نستغله لان انتي قابلتي قمر واتكلمتي معاها، وتقدري برضو تحكمي على قوتها العقلية. الضباط بيوصلوا بيت ابو علي اللي بيقولوا له عرفنا ان بحر كان هنا، وبيقول لهم كان هنا وفعلا ماشي. وبيقولوا له عايزين نفتش، اللي بيقول لهم اذن نيابه، وبيقولوا له لو جبنا اذن نيابه يبقى هنصادر كل الممنوعات وهنفتح تحقيق رسمي. وطبعا ابو علي عنده كميه سلاح كبيره موجوده في البيت، اللي بيسكت تماما وبيقول له على العموم خد راحتك. وبيدخل يدور على بحر ما بيلاقيهوش، وبعد كده بيطلع وبيقول له شفت دي، وبيوريه له صورة قمر اللي بيقول له دي كانت مع بحر. وابو علي بيقول له لو هي كانت مع بحر على العموم انا ما شفتهاش، بس تقدروا تسألوها ايه اللي جابها هنا عند راجل غريب علشان تكون موجودة معاه لوحده. اعتقد ان الامر ده كده مش كويس، يعني يا ريت تسألوها وتتأكدوا بنفسكم. بحر بينزل على الطريق وبيبدأ يمشي، وبيكون موجود معاه قمر اللي بيقولها انت عملت في نفسك كده ليه، كان المفروض انك ترجعي معاه. لكن بتقوله اسكت عن الموضوع ده وما تتكلمش فيه ابدا. الشرطة بتداهم بيت بحر بعد التصريح اللي حصل، وبيبدأوا يوقفوا دانا، وبياخدوا كمان المحامي اللي بتشتغل معاه اللي بيقولوا له انت متهم بالتستر على مجرم، لكن بيقولهم الكلام ده مش صحيح، انا رحت علشان اتواصل معاه زي ما طلبوا اسرة قمر، اما بالنسبة لدانا فده اخوها تقدر تقابله في اي وقت بغض النظر على انه مطلوب او مش مطلوب. وطبعا بيلاقوا حبوب تاني، وتقريبا كده بيلاقوا مسدس موجود فوق مكان الحمام، وده مين اللي حطه محدش يعرف، لكن هيطلع جميل اللي حطه وخد فيه المصاري. وده اللي بيقولوا له لقينا الطلقة اللي طالعة منه
مطابقة للطلقة اللي طلعت في مسرح الجريمة. ابو حسني بيقابل يسرا اللي بيقول لها ان هو عايز يتجوزها، اللي بتقول له هتدفع لي كام مهر، وبيقول لها هدفع لك كتير بس على العموم اذا امرت ان تطاع فامر بالمستطاع. يسرا بتمشي وهي متضايقة جدا، وبعد كده بتسمح تلميحات الناس وكلامهم عليها ان هي واحدة مش كويسة وان هي قوادة. بحر موجود مع قمر وبيمشوا فترة طويلة جدا ومش لاقيين اي سيارة لحد ما بيلاقي باص اللي بيقول لها لازم تمشي دلوقتي. قمر بتقول له بحر انا مش همشي، انا هفضل معاك، اللي بيقول لها ارجوك لازم تمشي. وبعد كده بتقدم له السلسلة اللي معاها وبتقول له خلي السلسال ده معاك، هاخده منك وقت ما ترجع المرة الجاية. علام بيخرج من البيت وبيتكلم هبة اللي بيقولها على فكرة وقفوا دانا والمحامي، يعني جه الوقت ان انتوا تنشروا الفيديو ده. وهبة بتقول له انا كنت متأكدة ان هو ده الوقت المناسب، وبتبدأ على طول تنشر الفيديو وبتتفرج عليه كارمن، وبيكون كمان قاعد يشوفه جلال، وبحر بيكون ما بيعرفش اي حاجة اللي مكمل طريقه في الغابات وسط الليل. تابعونا في ملخص جديد وحلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.